السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد مساكم يا أحلى متابعين. اليوم وصفتنا غير، راح نستخدم ورق الرجلة كبديل عن ورق السلق. شو تتوقعوا نعمل؟ تابعوا الفيديو للنهاية عشان تشوفوا الطبخة المميزة واللي بتنعمل عادة بالأفراح والمناسبات. معكم رانيا تيوب من قلب غزة. لا تنسوا اللايك والتعليق لدعمنا ويلا نبلش سوا. ورقة الرجلة اليوم راح نقطفها من شجرات خيمتنا. ما شاء الله الشجرات كبرت ومدت بكل الخيمة، والحمد لله عم نستفيد منها ونطبخ منها أكلات طيبة. تابعونا للنهاية واذكروا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. شايفين كيف ما شاء الله ورقات الرجلة من شجرات خيمتنا كمية كبيرة، راح نطبخ فيها طبخة راح تعجبكم بإذن الله. بس انتم خليكم معنا لنهاية الفيديو وراح تعجبكم الوصفة بإذن الله. والآن راح ننتقل لمرحلة غسل ورق الرجلة، ولازم نغسله جيدا لنتجنب أي أوساخ أو رمل أو حتى بكتيريا أو غبار من الجو. النظافة أساس الطهي الصحي، خصوصا بالأجواء المفتوحة داخل الخيام. والآن بنجهز المكونات الأساسية، عبارة عن ورق الرجلة، البصل، البهارات والماجي. راح نفرم الرجلة والبصل ناعم ناعم. تابعوا معنا خطوة بخطوة وما تنسوا التعليق على الفيديو. شوفوا ما شاء الله البصل اللي كنا محرومين منه لفترة الحمد لله اتوفر، بس للأسف رجع ينقطع مرة أخرى من السوق، واحنا محتفظين بشوية بصل مخزنينهم من وقت ما كان سعره أرخص. راح نكمل الطبخة سوا، بس مش راح أحكي شو هي، خلوها مفاجأة بنهاية الفيديو. تابعوا معنا الفيديو للنهاية وإن شاء الله راح تعجبكم الوصفة كتير. لا تنسوا تدعمونا بلايك وتعليق وشير لأصحابكم. شكرا لكم على المشاهدة. والآن زي ما انتم شايفين راح نفرم البصل مثل ما حكينا لكم، وجهزنا البهارات وجهزنا ورق الرجلة. بعد ما نفرم البصل راح نفرم الرجلة زي ما انتم شايفين. ما شاء الله الرجلة إلها فوائد كتير حلوة للجسم وللصحة ولكل إشي. تخيلوا قديش بسيطة الرجلة، بس طعمها لما تنطبخ بجنن، خصوصا لما تنعمل من القلب وبكل حب. بصراحة هاي الأكلة إلها نكهة خاصة، يمكن لأنها من تعبنا وشقانا. حطوا بالكومنت شو بتتمنوا نطبخ الحلقة الجاية ويمكن نختار من اقتراحاتكم. يلا خلينا نكمل وادعونا ربنا يرزقنا وييسر أمورنا جميعا. والآن راح ننتقل لتجهيز البهارات زي ما حكينا لكم، ولكن للتأكيد راح نقولكم شو راح تكون البهارات. عبارة عن كركديه، سماق، بصل، ماجي، فلفل أحمر، توم، فلفل شطة مطحونة، كمون، وعين جرادة مطحونة. والآن راح نولع النار ونبدأ بتجهيز الطبخة سوا. بس قبل ما نبدأ لازم نتغلب مع النار والدخنة والخنقة والقحة. هاي معاناة اليومية لأهل غزة. رغم كل التعب بنحاول نبدع ونطبخ من المتوفر. أول خطوة رح نغلي الكركديه عشان يعطينا لون بديل السماق، لأنه السماق موجود بس بكميات قليلة، فبنستغل كل البدائل. بنترك الكركديه يبرد وبنجهز الطنجرة وبنضيف السيرج والسمنة وبنحلوس البصل. بس خليكم معنا للنهاية لحد ما نخلص بغلي الكركديه. والآن راح نترك الكركديه لحتى يبرد وبنجهز الطنجرة، بنضيف السيرج والسمنة زي ما حكينا لكم، وبنحلوس البصل اللي قطعناه ونقلبه منيح منيح. وبعد ما يتدبل راح نضيف ورق الرجلة. صلوا على النبي وما تنسوا ذكر الله وزيدوا الصلاة صلاتين. تابعوا معنا الخطوات للنهاية وادعمونا بلايك وتعليق وشير، ودعمكم هو أملنا. شكرا لكم على المتابعة. بعد ما حلوصنا البصل ضفنا ورق الرجلة لحتى يتدبل في الطنجرة. راح نحلوسه مع البصل. بعد هيك راح نغطيها لحتى تتدبل وتستوي الحبة. زي ما انتم شايفين راح نقلب الرجلة مع البصل ونتركهم. صلوا على النبي وما تنسوا ذكر الله يا جماعة، وتابعوا معنا الفيديو للنهاية وما تنسوا التعليق على الفيديو لحتى يطلع لأكبر عدد. شكرا لكم على المشاهدة.
أكلة مفيدة ومتوفرة بكل مكان، ممكن تزرعوها وتنسخوها في أرضكم وبتطلع بإذن الله. والأهم من هيك إنها بتوفر عليكم في ظل الظروف الصعبة اللي بنعيشها داخل غزة. كل شي غالي، البندورة غالية، كل الأشياء اللي بالسوق غالية، بالرغم من إنه برضو نزل سعرها ولكن رجعت تغلى، ما بنعرف شو السبب. وهيك بعد ما دبلنا البصل وورق الرجلة ما شاء الله الريحة واو واو واو، الريحة ولا أروع. الريحة واضحة من البداية، طبخة عالمية ربانية بنستغلها في ظل الظروف القاسية. وراح نبلش بدلع الخاص بالطبخة، دقة على أصولها بوجود سن التومة. طبعا عارفين انه انحرمنا من التومة، ولكن اليوم متوفر بطبختنا التومة وفلفل احمر وعين جرادة وسماق، وراح ندقهم لحتى نضيفهم على الطبخة. طبعا انتوا عارفين هاي الدقة راح تعطي طعم للطبخة ولا اروع. مثل ما حكينا لكم راح نضيف السماق على الدقة، وبعد ما نصفي السماق المطحون راح نضيف الحب مع الكركديه. راح ندمج الحب مع الكركديه زي ما انتم شايفين. بعد هيك راح نضعهم على الطبخة. تابعوا معنا الفيديو للنهاية وما تنسوا ذكر الله. شوفوا ما شاء الله كيف الطبخة بتفتح النفس. ضفنا الكركديه مع السماق ليعطينا لون ونكهة وحداقة مميزة، والمفروض نضيف ليمون أو حامض، لكن للأسف مش متوفر حاليا. كنا بنتمنى يكون معنا الليمون ليكتمل الطعم، بس الحمد لله مستكفيين بالبصل والثوم لأنهم فعلا أساس الطبخ وبيعطوا نكهة رائعة جدا. والآن راح نضيف البهارات، رشة ملح، شطة مطحونة، كمون، عين جرادة مطحونة، ونقلبهم منيح عشان تتشرب الطبخة كل النكهات والتوابل والحداقة. زي ما انتم شايفين الآن بنضيف البهارات مثل ما حكينا لكم. صلوا على النبي وما تنسوا ذكر الله يا جماعة. شاهدوا الفيديو للنهاية وراح تعجبكم الوصفة بإذن الله. والآن راح نضيف الماجي بديل الدجاج واللحوم لحتى تدي نكهة ودسامة للطبخة. زي ما انتم شايفين الماجي إلنا فترة بنستخدمه بديل الدجاج واللحوم، وإن شاء الله بتوفر الدجاج بسعر أرخص. اتوفر الدجاج في السوق ليومين وبعد هيك اختفى. نوصل لآخر المراحل من طبختنا، بنضيف الحمص والطحينية. كل ما زادت كمية الطحينية زادت الروعة في طعم طبختنا. وبالختام بنخلط طحين مع مية ومنضيفه مع الطبخة لحتى يعطي القوام الثقيل والمضبوط. وهيك بتكون وصفتنا الغزاوية الأصلية جاهزة. السماقية بورق الرجلة بديل ورق السلق، إبداع رغم البساطة. بتمنى تكون عجبتكم الوصفة، لا تنسوا اللايك والتعليق والمشاركة. نسيبها لحتى يصير سمكها ممتاز. ندوق ملحها، بدها ملح. يلا مروح تعالي. بدها شوي حمض ليمون.